احمد جعفر حتى هذه اللحظه لم يجدد. في لقاء امبارح مع الكابتن ابو رجيله قال احنا احمد سمير خلاص، ابراهيم صلاح خلاص. قلت له احمد جعفر، قال لو بعد عنه شويه بضحك طبعا وكيل، يعني اللي هو وكيل اعماله او بيسموه اللي هو وكيل الاعمال يعني او الايجنت، هنقدر ان احنا نجدد معاه. طبعا الايجنت بتاعه هو الكابتن تامر النحاس. كابتن تامر مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن مدحت، الله يكرمك. يا رب يخليك. معصي جعفر ليه؟ الله يعني طبعا لا والله ابدا. خلينا نتفق يا كابتن ان احمد جعفر احد اهم اللاعبين اللي موجودين في نادي الزمالك. احمد جعفر انا وكيله من 6 سنين، من ساعه ما كان في نادي سيرس الليان وخدته لنادي المصرية اتصالات، وبعدين انا اللي خدته لنادي الزمالك من 4 سنين. وكان العقد بتاعه عقد يعتبر عقد قليل جدا حتى في الفتره اللي فاتت حتى السنه دي، وكان في وعود كثيره ان هيتم تعديل العقد بعد تألقه او بعد يعني ما يتم التاكد من مستواه وكده، وده لم يحدث. فهو دلوقتي احمد السنه دي اخر سنه ليه. الحاجه الاكيده ان احمد رغبته الاولى ان هو يجدد في نادي الزمالك، ولكن لازم يتم يعني مسؤولين نادي الزمالك لازم يتعاملوا مع احمد جعفر بالقيمه بتاعته اللي هو وصل لها دلوقتي، ان هو لا يجوز ان يكون اقل من اللاعبين اللي موجودين او اللاعبين الجداد اللي بيجوا، وده شيء طبيعي جدا. لكن هو العائق دلوقتي انا مش شايفه هو في الامر المالي، لكن العائق دلوقتي ان مثلا الدكتور عبد الله جورج بيقول انا مش هقعد مع الوكيل اللاعبين تامر النحاس، وده كلام غريب جدا. يعني انت عارف حضرتك ممكن يبقى في العمل ممكن واحد ما بيحبش حد، مفيش مشكله، لكن في حته العمل يعني ايه، لو ناس هتناسب بعض وما بتحبش بعض مفيش مشكله، ما يناسبوش بعض، لكن لو ناس هتشتغل فده كلام مش الشغل شغل. بالذات ان انت بتتكلم على لاعب ووكيل ارتباطهم ببعض 6 سنين، والوكيل واللاعب يثق في الوكيل، والوكيل اكيد يعني يرى رغبه اللاعب وهيحقق له رغباته اللي هو عايزها. فاحنا يعني لم يحدث اتصال حتى الان، هو محاولات مع احمد ان هو يروح يقعد من غيري، واحمد رافض هذا الكلام. وده انا مستغرب طبعا انا بحكي هذا الكلام، لكن هو ده اللي بيحصل. فانا شايف ان لو الدكتور عبد الله يعني مش قادر يقعد، من ممكن حد اخر يقعد عشان هذا الامر يتم بالشكل المرضي لنادي الزمالك ولاحمد ان شاء الله. طيب يعني ما اعرفش، تردد ان بس انا برضو مش حابب جمهور الزمالك يصدق اللي انا هقوله ده، لكن بيقال ان احمد جعفر في مفاوضات واستمارات مع النادي الاهلي. ما اعرفش اذا كنت تحب تقطع بالنفي 100% ولا تحب لا تعقب. بص يا كابتن، لا ازاي نعقب طبعا، لا بص يا كابتن مدحت، هو الامر ببساطه جدا. انا في طبيعتي في شغلي بسال اللاعب سؤال واحد، اقول له انت حابب تعمل ايه؟ فاول اجابه بيقولها لي مثلا في حاله احمد قال لي انا حابب اقعد في نادي الزمالك، اوكي، يبقى دي الحاله الاولى. فبقعد اتفاوض مع مسؤولين نادي الزمالك. طيب اذا لم نتفق او لم نتفاوض الحل هيبقى ايه؟ لابد ان هيبقى في حلول اخرى، اخرى في انديه اخرى او في مثلا احتراف خارجي. لو نادي الزمالك رفض انه يتفاوض او لم نصل الى اتفاق، لو احنا اتكلمنا بامور معقوله ورفض يصل الى اتفاق، خلاص هيبقى اللاعب من حقه ان هو ينتقل. ولكن لن يحدث اي مفاوضات مع اي نادي داخلي او خارجي الا بعد الانتهاء من التفاوض مع نادي الزمالك. يعني خليني اعقب تعقيب مش من حقي، لكن خليني اقوله يا كابتن تامر، انا كمشاهد ومحب لكرة القدم مش شايف احمد جعفر غير بالتيشيرت الابيض، يعني مش شايفه في مصر غير بالتيشيرت الابيض. في لعيبه كده يعني ما اقدرش اشوف ابو تريكه بالتيشيرت الابيض، واخد بالك؟ ما اقدرش اشوف شيكابالا بالتيشيرت الاحمر، ما اقدرش اشوف عماد متعب بالتيشيرت الابيض، لكن في لعيبه اقدر اشوفها هنا او هنا. طيب خلينا نقول انا اول كلمه قلتها ان رغبه احمد انه يجدد في نادي الزمالك. تمام. احنا قطعنا هذا الامر، يعني لا تحدث مساومه، لم نقول ان النادي الاهلي عايزنا عشان نرفع من قيمته وقدره، لانه مش محتاج كده. لكن دي حقيقه، لا لعيب كبير. هل يجوز ان واحنا بنتفاوض مع احد اهم مهاجمي مصر واحد اهم مهاجمي نادي الزمالك خلال ال4 سنوات اللي فاتت، واحنا نتكلم معاه في مستحقات تساوي نصف ما يحصل عليه الاخرين؟ هل ده كلام مقبول؟ لا، غير مقبول. هو ده اللي انا بتكلم فيه. الجزء الثاني، هل مقبول ان انت عندك لاعب بقيمه احمد جعفر يعني لحسن الحظ او لسوء الحظ هو له وكيل اسمه تامر النحاس، فانت عشان ما بتحبش تامر فمش هتقعد معاه فتقول له لا مش قاعد مع وكيلك؟ هل ده كلام مقبول؟ يعني غير مقبول ايضا. فده اللي احنا بنقوله، يعني ان احمد جعفر موجود في نادي الزمالك وهو رغبته انه يقعد في نادي الزمالك، والامر دلوقتي في الكوره في ملعب نادي الزمالك، لا في ملعبي ولا في ملعب احمد. اوكي، لكن طلباتكم واضحه. الطلبات واضحه، الناس هتتفاوض معايا واحنا طلبنا طلبات معانا، نطلب طلبات معينه ومقابله للتفاوض في حدود حاجتين يا كابتن: قيمه اللاعب ووضعه
اثنين، ظروف النادي الماليه. لن نعمل يعني حاجه خياليه في ظل ظروف احنا نعلمها جميعا، لكن لابد من قعده تفاوض. اوكي ويبقى طيب. في تقدير. خلي بالك يا كابتن مدحت، هقول لحضرتك حاجه مهمه في التفاوض. يعني انا لو عايز للاعب 10 قروش عمري ما بقول عايز 30، بقول عايز 12. والاخر لو جه قال لي 8 هنوصل لل10 ونخلص، لكن لو الاخر قال لي 2 اكيد احنا بعاد جدا عن بعض. اوكي يا كابتن، يعني لابد ان نصل. انا لا اطلب في مبالغه ولا عايز الاخر هو يعني انت مش عايز المظله بتاعه اللعيبه اللي جم من بره نادي الزمالك واخدوا ارقام معينه، انت مش عايز توصل للرقم ده حتى. لا، انا عايز اصل للرقم اللي يناسب قيمه اللاعب. لا، ما هو بيحط مقارنه بلاعب معين مثلا. هل اسال سؤال يا كابتن مدحت، هل يجوز ان احمد جعفر يكون اقل من اللاعبين اللي جايين من بره؟ هل ده طبيعي؟ يعني انت طالب السقف بتاع اللعيبه اللي جم من بره. انا طالب ان احمد جعفر يكون في المكانه الطبيعيه بتاعته من الناحيه الماليه. اللي خلي بالك يا كابتن، عندنا مشكله ثانيه مع نادي الزمالك، ودي احمد يعني ما بيتكلمش فيها، بس يعني نقولها عشان يبقوا عارفين ان الراجل بيضحي. يعني هو حتى لو مضى بقرش او ب10 هو يعني بياخدهم بطريقه يعني منتظمه وسهله وكويسه. يعني قصدي ان الموضوع برضه يعني في معاناه شويه. طبعا. فهو خلاص مع هذه المعاناه رغبته انه يقعد موجود في نادي الزمالك، ودي نقطه غريبه جدا. وانا والله لم اتدخل ولم احاول اقناعه باي حاجه ثانيه، ما دام دي رغبته وهو ده احساسه، هو حاسس ان هذا النادي له فضل عليه فيريد ان يستمر في هذا النادي. طب صحيح. نعمل ايه عشان بقى يعني نقول اكتر من كده ايه؟ لا ان شاء الله المسافات هتقرب ان شاء الله. طب اخيرا يا كابتن تامر، الهاني سليمان حابب تقول اي حاجه خاصه بيه وانت وكيله؟ هقول لحضرتك حاجه. هو الهاني سليمان تحديدا، انا قلت قبل كده ان الهاني احد اللاعبين اللي تحت منظار النادي الاهلي. بالفعل حدث كلام بيني انا شخصيا وبين مسؤولي في النادي الاهلي، وابدو ان الهاني سليمان تحت المنظار هو واخرين. واظن الاسبوع ده لابد ان يتحدد الموقف النهائي لموضوع الهاني سليمان من شان انتقاله في النادي الاهلي الاسبوع ده. طب اذا لم يتحدد هيمضي في الاتحاد السكندري؟ والله احد الخيارات. يعني خلي بال حضرتك برضه، هو قضيته مع الاتحاد السكندري شبيهه بقضيه اللاعب مع النادي اللي مش فيش التزام مالي قوي تجاهه. يعني اذا هاني سليمان لم ياخذ جميع مستحقاته عن هذا الموسم، وجود الهاني سليمان في الاتحاد السكندري في ظل استقرار مالي اظن هو الاقرب. ولكن اذا ظل عدم الاستقرار المالي موجود، فالهاني سليمان هيبقى عنده بدائل اخرى يعني. طبعا، لا عنده فرصه كبيره في اي حته. اشكرك كابتن تامر، اشكرك شكرا جزيلا. طبعا هو كابتن تامر قال قعدت مع احد المسؤولين. طبعا انا شرحت لحضراتكم قبل كده من 4 ايام انه قعد مع الكابتن مجدي طلبه. كابتن مجدي طلبه طلع تاني يوم وكذبني، لكن احنا عمرنا ما نقول معلومه هنا لو معلومه مش مؤكده اقول اعتقد او ربما او احتمال، لكن لما اقول قعد يبقى قعد. واي حد يكذبني يبقى هو اللي بيخبي شويه، وحقه مش هلومه خالص، حقه انه يخبي. لكن القعده كانت كابتن تامر النحاس والكابتن مجدي طلبه، وتطرق الحوار. وازيدكم بقى حته كمان اتقال في الحوار: احمد عيد عبد الملك جاي بكذا من بره النادي، وده ابن النادي وبيلعب وبيجيب اجوان والكلام ده كله، ما ينفعش يبقى هنا كذا وهنا كذا. مش عايز اقول ارقام لانه من حق اللعيبه ان احنا نحتفظ بسرها في ارقامها، دي ارزاق. لكن العرض اللي اتعرض على احمد جعفر اقل بمراحل من اللي اخده احمد عيد. احمد عيد لعيب كبير يستحق كل تقدير، وايضا احمد جعفر. ظروف النادي صعب، انا معاكم صعب، لكن كمان اللعيب غصب عنه. يعني انا لو لعيب كوره في نادي وانا شايف ان انا سوبر زي السوبر اللي جه، ما ينفعش اخد انا مثلا نصه او اكتر من نصه شويه، ما ينفعش. انا اتعب نفسيا، انا اتعب كلاعب كوره حقيقه. يعني فكروا معاه هتراضوه ازاي، اتفقوا معاه اي اتفاق من الاتفاقات اللي كان يقبلها، لكن في النهايه هيبقى صعب جدا هو كلاعب كوره. انا بتكلم كلاعب كوره يعني، لانه الفلوس بتضيع النفوس، وبتغير النفوس. ما ينفعش كمان واحد بياخد 7 مليون جنيه وما جابش للفرقه بطوله شطرنج، ما ينفعش برضه. العمليه لازم تظبط. عشان كده لائحه الكابتن ايمن يونس كانت لائحه محترمه جدا جدا بالنتائج، وتاخد جزء من عقدك والجزء الثاني يستكمل لما تجيب نتيجه. لكن انت بتاخد لي 7-8 مليون واعلانات مش عارف ايه وبتاع مش عارف ايه، وحتتين من دول وتمسك الميكروفون تعمل كده وشويه عند الجمهور وخلصت الليله، ما ينفعش. طيب